كان هناك ولد يدعى حسن، وهو في 17 من عمره. كان حسن يعيش في مدينة صغيرة ومتجها في رحلة قصيرة بالقطار إلى المدينة القريبة. لم يكن يتوقع أن هذه الرحلة ستغير حياته إلى الأبد. وفي يوم الرحلة وقف حسن في محطة القطار ينتظر وصول القطار. كان في حالة من التوتر والاستعداد للرحلة عندما اصطدم بفتاة تدعى مريم. شجارا صارم، وتبادلان الالتهام والكلمات الحادة، وتصاعدت حدة المشادة بينهما حتى بدأ الآخرون في المحطة يلتفتون إليهما. عندما وصل القطار دخل حسن ومريم إلى العربة غاضبين ومستائين. كانوا يتجاهلون بعضهما البعض، وكل واحد منهما قرر أن يمضي الرحلة، لكن القدر كان يخبئ لهم مفاجأة. بعد مرور بضع دقائق من الرحلة اكتشف حسن أن مقعده كان مجاورا لمقعد مريم. تبادلوا نظرات بريئة للحظة، ثم قررا أن يتحاورا لتخفيف التوتر. بدأوا بالحديث عن هواياتهما ومشاكل المراهقة وأحلامهما المستقبلية. مع مرور الوقت أصبح حسن ومريم يشعرون بالارتياح والاستمتاع بوجود بعضهما البعض. بدأوا بالمزح والضحك وتبادل القصص المضحكة. لم يتوقع حسن أن يكون في رحلة قصيرة بهذا القدر من المرح والتواصل العميق. في نهاية الرحلة وصلوا إلى المدينة القريبة، وفي لحظة الوداع أدرك كل من حسن ومريم أنهما قد أصبحا معجبين ببعضهما. قررا مواصلة الاتصال والاجتماع في المستقبل. مع مرور الوقت نمت الصداقة بين حسن ومريم وتحولت إلى علاقة رومانسية. أصبحوا رفاق سفر مستمرون، يستكشفون سويا العالم ويعيشون مغامرات لا تنسى. فالقطار الذي كان مكانا للتوتر والشجار أصبح الآن رمزا للبدايات الجميلة والعلاقات القوية. وهكذا انتهت قصة حسن ومريم، وأثبتت أن الصراعات الصغيرة يمكن أن تتحول إلى فرص للتواصل والتعارف وبناء علاقات قوية. إذا أعجبتكم القصة الرجاء الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو